امر تلك المباراة على منتخب الامارات الحذر في الدقائق الاولى لان لقانا امام المنتخب الاسترالي. هذه كرة خطيرة، فرصة. كنت اتكلم عن الدقائق الاولى وعن لقانا امام المنتخب الاسترالي في الدقائق الاولى. في اول ربع ساعة سجلوا هدفين في نصف النهائي، وهنا المنتخب الاسترالي من سلاح الفتاك، من سلاح القوي جدا، من العرضيات ياتي الهدف الاول. احلى ما في الملعب ساعته يا جماعه. ودك اي والله ودك تاخذ الشاشه هذه تحطها في بيت. الكره من ضربه ركنيه خطيره. هدف ثاني بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، بالكرات العاليه، بالكرات الراسيه، بالكرات اللي يجيدونها سلاحهم. المنتخب الاسترالي يتقدم بهدف ثاني، وهذه المره ليكي. البعض يقول لك ردة فعل، لكن كان يستحق عليها انذار. انطلاقه من جانب كوتينيو المهاره، كوتينيو ليفربول، كوتينيو الريدز، كوتينيو الى التمرير. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، You'll never walk alone. هذه اغنيه ليفربول. وفي هذه اللقطه كوتينيو سجل هدف التقدم بقى بمهاره وتمريره روعه ما بينه وبين اللاعب باولينيو. كرة اتعملت بسلاسة وبمهارة ويسجل اللاعب كاولي رقم 7. بص الكرة اتعملت حلوة قوي، اتعملت حلوة. وشوف هنا، شوف التحرك بتاع اللاعب باولينيو والكعب وعلى طول القرار، وصعبة على أنتوني سيلفا. فيليبي كوتينيو سجل في مرمى بوليفيا وسجل في مرمى الأرجنتين، وهاتريك كان في هايتي وسجل كان في المكسيك. هدفه الدولي رقم 7. كوتينيو سجل، هو الثالث ليه في التصفيات. ادي كوتينيو ثبت الاقدام، ثبت اقدامه بقوه. الاكوادور وتشيلي، وكان فاز على البرازيل في التصفيات 2010 وتأهل اخر مره لكاس العالم، لكن كاس العالم الماضيه لم يتأهل، كان الاخير في التصفيات. ادي انطلاقه، وادي امامنا نيمار والسرعه والمهاره، ضيع ركله الجزاء، لكن المتعه حاضره في مراوغه ومناوره. وباولو دا سيلفا ونيمار. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، نيمار يأبى أن يضيع بل يريد أن يسجل، ويسجل بطريقة الساحر. هنا نيمار لا يريد أن يسجل السهل، بل هو بتاع الصعب، هو بتاع الصعب. ماركة مسجلة من نيمار، عدى من الأول وعدى هنا من اللاعب خوان رودريجو روهاس. وشوف بقى هنا ثبت الراجل باولو دا سيلفا ازاي، ثبته حاططها حلوة المرة دي. أنتوني سيلفا بقى في اللقطة. الكرة عملت الأمامنا اهو ديفليكشن وغيرت اتجاهها في المدافع رقم 16 ريفيروس، وكانت الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي. لكن شوف نيمار انطلاقه من نص الملعب ومراوغه ودخل، وامامنا اهو هي الكره كده، هي الكره كده. نيمار يضيع السهل ويسجل الصعب. بدأ ياخد الثقه، ضيع كورتين. ادي فاجنر يعمل كره حلوه قوي الى نيمار، حفاظ على الكره. نيمار والحصار من خوان رودريجو روهاس. نيمار الى مارسيلو، يا ولد على الكوره. كوتينيو، حاجات البرازيل اللي في سنتي والكعب الجميل. ومارسيلو يا ولد يا ولد مارسيلو يسجل هدفه الدولي الخامس. لم يسجل من لقاء امريكا في 2012، سجل في ويلز والمكسيك والبوسنه، وهذا العام سجل في ريال بيتيس. يسجل اجمل هدف. ادي اللمسه البرازيليه. بص شوف امامنا هنا اهو، ادي السامبا. بص الكرة يا ولد. باولينيو الى مارسيلو، ومارسيلو يضعها. شوف الهجمة حلوة، شوف امامنا كوتينيو وباولينيو يعمل الاسيست الرائع، ومارسيلو بقى بالشمال. يا ولد 3 لا شيء، 3 نقاط و3 اهداف، وروعة الاداء في الشوط الثاني من السيليساو، من السامبا البرازيلية امامنا هنا، ولمسة مارسيلو وتألق اللاعب باولينيو، والهدف الثالث. التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، نتحدث عن 5 مباريات ودية. هذه المباراة هي المباراة السادسة. الدور يوقع حضوره في كل مكان، ما بالكم بماديرا. نعم في كل مكان، ما بالكم بماديرا. أكيد الحضور سيكون أكبر وأكبر.
والتسجيل سيكون حتمي، التسجيل سيكون حتمي. وهنا السيدة دولوريس فيرو تحتفل بهذا الهدف الأول للمنتخب البرتغالي. هنا يا سلام، طلب الكرة في مكان مميز كعاداته باعتياداته، واستطاع أن يسدد، وفي مرمى الحارس كارل جونسون يتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء، والهدف رقم 71 مع المنتخب البرتغالي. يا سلام، طلب الكرة بصورة ممتازة، طلب الكرة بصورة مثالية، وبعد ذلك نعم يسجل حضوره في كل مكان. ما بي ولدينا أندري غوميز واللاعب فاريلا، كرة منقولة برتغالية من الجهة اليمنى، تمريرة كريستيانو عند الكرة يحاول فيها كريستيانو، والتمريرة مثالية مميزة رائعة. هنا فرصة الارتباك في دفاع المنتخب السويدي هو ما كلف المنتخب السويدي الهدف الثاني. المنتخب السويدي وهدف عكسي من المدافع جرانفيس. شاهد الكرة، كريستيانو تقدم، مر الكرة بصورة مثالية، بعدها أتت العرضية لكن من المدافع جرانفيس إلى مرمى الحارس كارل جونسون. وهدف ثاني للمنتخب البرتغالي في هذه اللحظات، هدف ثاني للبرتغال في هذه الأثناء. نعم، ارتباك كبير كان عند مدافع المنتخب السويدي، هذا الأمر اللي كلف المنتخب السويدي الهدف الثاني في هذا. من الجهة اليسرى منقول الكرة باليسار، إيزاك عند الكرة، إيزاك والتصويبة لكن مرفونة في التصدي. المتابعة حضرت والكرة الخطيرة وصلت، والهدف الأول يصل، وهدف تقليص الفارق يسجل للمنتخب السويدي في هذه اللحظات. هنا الوصول من إيزاك، هنا التقدم، وهنا بعد ذلك التمويه فالتسديد، فالمتابعة أتت من كريستوفر نيمان، فالتمريرة البينية، تسلل لم يكن أبدا موجود. بعد ذلك فيكتور كليسون يتمكن من تسجيل هدف التقليص الفارق لمصلحة المنتخب السويدي في هذه اللحظات. هدف أول للمنتخب السويدي بصورة ممتازة بعمل كبير، بداية من جانب اللاعب إيساك ثيلن وصولا لكريستوفر نيمان. كريستيانو سيغادر، بينما هنا فيكتور كليسون أبرز لاعب السويد في هذا اللقاء، ليس لأنه فقط ملك في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. هنا فرصة جول ثاني، ولكن بأي طريقة سجل. هنا فيكتور كليسون هو من سجل ثاني الأهداف، وهو من تكفل بتسجيل هدف التعادل في هذه اللحظات. فقط هي ثواني تحدثت فيها عن أن هذا اللاعب هو أبرز لاعب المنتخب السويدي في هذا اللقاء، وبالفعل هنا يترجم أفضليته بهذا الهدف الثاني وبهدف التعديل. المنتخب السويدي في هذه اللحظات تكفل بتسجيل هدف تقليص الفارق، وتكفل بتسجيل تعديل الفارق ما بين المنتخبين كثيرا. هنا فرصة، هنا فرصة، جول المنتخب السويدي بشكل آخر. وهنا الهدف العكسي مرة أخرى، لكن هذه المرة كانسيلو هو من سجل بالخطأ في مرماه مثل ما فعل جرانفيس لاعب المنتخب السويدي. هنا كانسيلو يسجل بالخطأ في مرماه في مرمى المنتخب البرتغالي، وبالتالي السويد 3. المنتخب السويدي محاولة من الجانب اليمين، يا سلام، بعرض الملعب، ولكن أيضا الكرة تتخلص. خطيرة جدا الجول ممكن، ولكن حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لصالح المباراة. لاحظ هذه هي الآن، شوف تتلعب، شوف محاولة مرور، ثم بعد ذلك كانت العرقلة من جانب كوشيليني، وبالتالي هي ضربة جزاء لصالح المنتخب الأسباني. المهاجم وضربة جزاء، هذا هو ديفيد سيلفا هو اللي على التنفيذ. هل يسجل لصالح الاسبان ام ايضا لحارس المرمى كلمه تطلع جول عن طريق ديفيد سيلفا؟ اذا ديفيد سيلفا يسجل لصالح
تسجل لصالح اسبانيا من ضربة جزاء في شوط المباراة الثاني هنا في هذا اللقاء الحبي الدولي، ويفتتح التسجيل. بالمناسبة هذه ضربة الجزاء رقم 19 التي يحتسبها هذا الحكم إسفاير 19 ولأصحاب الأرض منح